ليه مسامحتنا لنفسنا اصعب من مسامحة غيرنا؟ كام مرة جينا على نفسنا؟ كام مرة سهرنا؟ كام مرة كلنا اكل مش صحي؟ كام مرة دخلنا في علاقة مش احسن حاجة؟ كام مرة قبلنا باقل من اللي احنا نستحقه؟ فتخيل بقى كل الحاجات دي ونفسك ساكتة ومستحملة وشايلة ومعبية برضو. فمحتاجين بقى شوية وقت كده عشان نصلح العلاقات ما بيننا عشان بنستخدم مع نفسنا التأجيل. يعني ايه؟ بنقعد نراكم في المواقف والحاجات اللي احنا بنعدي بيها، وبعدين لما نحس ان احنا صاحيين في يوم خلاص جبنا اخرنا ومتضايقين وشايفين الدنيا بمنظور ضيق، بنبدأ هنا نقعد مع نفسنا ونشوف ايه اللي حصل. يعني افتراضا لو انا النهاردة جيت على نفسي في حاجة، انا مش باجي اخر اليوم اقعد مع نفسي واسمع لها واعرف هي اتضايقت من ايه واطمنها ان ده مش هيحصل تاني، لان انا قصرت في حقها. فبالتالي اليوم ده بيعدي وبعديه تاني وتالت ورابع لحد خلاص ما بيعدي مثلا سكة كام شهر، ممكن يعدي سنة، ما بقعدش مع نفسي خالص ولا بعالج اي حاجة انا مريت بيها. فبالتالي الحاجات دي بترجع بقى ايه؟ عارفين اللي هو ايه؟ انا استنيت عليكي يوم واتنين وتلاتة، طب وبعدين؟ احنا بنتعامل مع الاشخاص المقربين مننا ان احنا لو عملنا لهم هفوة غلط بنحاول نعتذر ونحاول نعوضهم ونقول لهم ونطمنهم ان ده مش هيتكرر تاني. فليه مش بنعمل ده مع نفسنا وهي الاولى والاحق؟ لان طول ما احنا كويسين كل حاجة هتبقى حوالينا كويسة، وطول ما احنا رايقين هنقدر نشوف المشاكل والتحديات اللي احنا بنواجهها بأبسط شكل. روحك ونفسك بيحتاجوا صلح صادق سواء بالافعال او بالكلام. لو انا عملت لحد عزيز عليا حاجة ضايقته، ممكن يتقل عليا شوية في الصلح، ممكن يعني ياخد وقت شوية عقبال ما يصفالي، لكن هو في الاول وفي الاخر هيفضل بيحبني. فكذلك برضو نفسك، هي ممكن تتقل عليك شوية، هتطمنها بالكلام واعتذرت وعملت اللي عليك وروقت عليها وخرجتها وفسحتها والكلام ده كله واديتها راحتها، بس هي ممكن تاخد وقتها شوية لو انت يعني جيت عليها. كل ما قعدنا مع نفسنا اول باول كل ما قل او اتعدمت حتة ان انا اصحى من النوم احس ان انا متضايق من غير سبب، واحس ان انا مخنوق، واحس ان انا زعلان، واحس ان انا شايف الدنيا بمنظور ضيق. كل الكلام ده بيتشال تماما، لان انت بتبقى واعي لنفسك اول باول، بتبقى عارف احتياجاتها. لو هي محتاجة تريح هتسمع صوتها ده، لو هي محتاجة تخرج وتفرفش شوية هتسمع صوتها ده، لو هي محتاجة تشتغل ومحتاجة تتحرك ومتبقاش كسلانة برضو هتقولك. فانت وشطارتك بقى على حسب ما تسمع لها. وخلينا فاكرين زي ما الصاحب بيبان وقت الشدة، زي برضو ما انت بتبان وقت الشدة قدام نفسك. وساعتها هنشوف بقى يا ترى هل انت بتصالح ذاتك وبتقعد معاها وتسايسها، ولا بتجلد ذاتك وتطلع عينيها معاك.